عارفة بقيتوا بتشوفوني في التايم لاين بالصدفة وخلاص خلصت كل اعذاري اليوم ال53 من تحدي صحيان الفجر. المفروض اني استقريت وحالتي بقت احسن، بس مش عارفة اقول ايه غير ان انا المسؤولة عن اللي بيحصل ده ومش هبرر تاني خلاص. الحقيقة ان بعد ما فقت من كف النقل وقبلها كفوف كتير قوي طالع عيني فيها وليها فيديوهات ستوري تايم محترمة بعدين ان شاء الله، بس اكبر كف حقيقي هو ده التوهة. ازاي بنفوق وازاي بنرجع نعيش تاني ونرجع لحياتنا اللي كانت كل حاجة فيها مترتبة بالمسطرة. هصحى الساعة كذا، هخلص كذا، والساعة كذا هنزل اعمل كذا. المشكلة والمعاناة الحقيقية ان طبعا لسه فاكرة انا كنت بعمل ايه بالظبط، بس ما بقتش قادرة اعمل، فده بياكل في اعصابي وبيضايقني، فبدل ما اقوم واعمل الحاجة اللي عليا بتكاسل واتضايق اكتر. توهتكم صح، وانا كمان تهت والله، بس بحاول الم شتات نفسي وارتب اموري من اول وجديد. انا عارفة ومتأكدة ان في كتير جدا بينكم تايه زي ومستنزف، خصوصا مع جو الاجازة ده. يمكن الدراسة بالرغم من صعوبتها بس كانت بتشغل وقتنا شوية ومتبقاش مديانا المساحة الكافية للتفكير والفرادة. عشان كده انا قررت ارجع تاني اكتشف زيكم بالظبط انا كنت بعمل كل ده ازاي، وكنت بحب ايه، وكنت بحبه ليه اصلا. انا عارفه ان لغات كتير، طب ما تيجوا دلوقتي نعرف البت شيماء دي بتعمل ايه. اليوم ده كان طبيعي جدا، صحيت الفجر وعملت الورد بتاعي ونضفت، وبعد كده قعدت شويه اتفرجت على شويه كرتون وفطرت مع العيله، وعلى العصر كده زي ما انتم شايفين جهزت نفسي عشان انزل مع اختي. لقيت نفسي بقالي كتير جدا ما صورتش، وبقالي كتير جدا مش بنزل صور، لا مش بقالي كتير، انا تقريبا ما بنزلش صور. قررت ان انا احط ميك اب والبس لبس تحفه ونزلت، واختي صورتني صور جميله. ايه رايكم فيها؟ وده انا خلاص كنت خلصت، روحت واشتغلت شويه، وبعد كده قعدت عملت شويه تمارين، وبعد كده اخر اليوم قعدت مع ماما وقضينا وقت واحنا بنتفرج على المسلسل اللي احنا بنحبه. استنوني بكره عشان تعرفوا. سلام.